في سؤال جالي بيقول لي كيف اعتني باسناني اذا كنت اعاني من ارتجاع المريء؟ دي مشكله كبيره جدا. عشان انت تحافظ على اسنانك لازم تحل المشكله الرئيسيه، لازم تشوف سبب ارتجاع المريء ده ايه ولازم تعالجه. يعني لازم تروح لدكتور بطن او جهاز هضمي يحل طب لك ايه ارتجاع القصه؟ المريء ده بيعمل لك ايه. اول حاجه الاحماض دي لما بترجع في بقك، رقم واحد بتعمل لك تقرحات في الفم، بتلاقي في قرح بتقعد تطلع في بقك وانت مش عارف ايه سببها. تاني حاجه بتلاقي في ريقك ناشف جدا. النشفان الريق ده مع القرح دي كلها مع ارتجاع المريء بيعمل لك ريحه انت مش متقبلها. الحاجه دي في نفس الوقت نشفان الريق بيعمل لك تسوسات، لان الاكل بيتراكم بنسبه كبيره، بيخلي ما فيش لعاب بينضفه، ما فيش فلورايد في البق، فالبكتيريا بتتجمع تعمل لك تسوسات، فممكن تقلب معاك بقى ايه، بتسوس، بخراج، بعصب، بالتهاب، وهكذا. الحاجه الاهم من ده كله ان الاسنان نفسها بتتاكل، طبقه المينا بتاعت السنان بتتاكل من الاحماض اللي بترجع. الاحماض دي تراكمها على طبقه المينا بتعمل اخرام في طبقه المينا، بتعمل نتوءات، اللمعان بتاع السنان بيضيع. النتوءات دي او الاخرام الموجوده دي بتعمل حساسيه في الاسنان، والحساسيه بتزيد مع الوقت، ممكن تقلب معاك بتسوس، تقلب معاك بعصب، تقلب معاك بالتهابات. فكل ده بيأثر على الاسنان. ولكن انت المفروض بتعمل ايه بقى؟ انت نفس الحاجات العامه، ان انت بتغسل سنانك كويس جدا في اليوم، بتستخدم معاجين اسنان فيها نسبه فلورايد، بتستخدم غسول في الفم ما يكونش فيه كحول عشان ما يعملش جفاف فم اكتر، بتستخدم لبان معين ما بيكونش فيه سكر عشان يزود انتاج اللعاب. كل الحاجات دي بتبقى محفزه او بتمنع حدوث ده الى حد ما. ولكن المشكله الرئيسيه تتعالج، انك لازم تشوف حل ارتجاع المريء ده.